السلام عليكم جميعا. أنتم تعلمون ونحن لا نعمل. خرجنا من البوليتيك دخلنا لا بوليتيك دروك. الحالة تعبانة قوي، والفلوس قليلة. على رأي الشاعر: رب قوم ذهبوا إلى قوم ولكن القوم الأولانيين لما ذهبوا للقوم التانيين ما لقوهمش، خدوا تاكسي ورجعوا تاني. شوفوا خوتي، ما تستغربوا ما والو. شاحنة البلدية في مهمة سرية تحت الأرض، الكاميون اللي كبير برك نورمالمون الدولة توفر لنا كمية نقل منها. باك يحبوا العمال يخدموا، عباك توعد يخدموا فوق الأرض ويخدموا تحت، باك يحبوا يخدموا تحت الأرض ينجموا يدخلوا. على راكم تديروا لنا في أنفاق ضيقين. هاكم تشوفوا خرجة ميدانية لعمال شركة كليمبات، لكن اليوم تحت الأرض مش فوقها. وهاكم تشوفوا خوتنا مشهد مرعب جدا. الحمد لله اللي ربي يستر العمال، الحمد لله اللي ربي يستر خوتنا. قد هو عندك هو يهبط بك الارض. احنا رانا مركزين لكم على الكاميون، نصوروا لكم في الكاميون، وراه قبيل الكاميون حاجه كبيره. حتى المشهد هذا ماهوش قليل. هاو الزيقو، والله هاو الزيقو. زيد شوف، ها شوف المشهد. يا احنا رانا كما يقولوا قارنوا السيء بالاسوأ. ودائما بالحكايه حرام ده والله حرام ده. استغفر الله العظيم. سلامات يا ساتر. سليم ان شاء الله. خويا عندك اللي بي سي دايرين راهم سودي، راهم سودي بالبوست السودي. هذاك كي داير عندك اخويا، عندك لو سوفير برا. رانا في 2025 ولا رانا في 1800 ولا في 2025. هذاك صور لنا الباب من هذاك الباب. عندك دخله كي داير، عندك كراسه، عندك هذوك كراسه يجمعوا فيهم. هذا والله حرام. هذو دير بانات وما تجمع في ذيك الكراسه. هذه بلاستيك، ما كاينش بلاستيك. على بالك باللي يضربك ما كاش بلاستيك تلاقي عليك. على بالك يدوك دير خومه عندك يا خويا. ارجع خلي خورتك على بالك، نقسم لك بالله. هذاك لا حول ولا قوة إلا بالله. والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. او فيديو نحطوه في لاباج تاع السويقه. انا حليت واحد شوفوا الخطر اللي يعانيوا منه السكان تاعها، اللي ما زالوا على الاقل. لكل حال راهي اقليه قليله اللي تخلفت. نتمناو ان شاء الله شوفوا الفيديو هذا ويوصل للسلطات. مسجد عفان. شوفوا الخطر هذا ثاني اللي كاين هنا. هاد الديار بداو فيهم الترميم توقف. مشاهد متكررة لاختلاط مياه واحة النخيل بمنطقة منداس بولاية ورقلة بمياه الصرف الصحي. فمنذ إنشاء محطة ضخ مياه الصرف الصحي بات الفلاحون يتكبدون خسائر كبيرة ما يهدد واحة النخيل. أرض بيضاء
ودرنا على كل الوسائل وجبنا الماء من كل جهات شويه. الماء كان شويه بعيد علينا وتعبنا. وشوف كعاد من النخيل وكان الخندق هذا خاص يصبر الماء تاع الزايد تاع النخل حتى الولادات دخلت فينا دخلت الزيكوات. الماء القدر هذا اللي راه دخل لنا في الواحد تاعنا في النخيل، وراه هددنا الثروه تاعنا، وراه البيئه والتهديد تاع الثروه والنخيل تاعنا راه كان مطمر، وراه يهددنا من هذا الزيكو هذا حاشاكم. المشكل تاع الغابه هذه الدريناج اولا راه مقتلوه، والمشكل تاع الغابه النخيل هذه لازم الدريناج لازم يتعاود. ولونا هذه صافي عندها سمانه ولا سمانتين وحنا نجروا باش يقول لنا المشكل هذا، وثاني خلطونا الماء تاع السقي تخلط دوك بالزيكو. وضع أرق فلاحي المنطقة في الوقت الذي تؤكد فيه مصالح الديوان الوطني للتطهير مباشرتها عملية إصلاح المشكل وإصلاح القناة. هي مشاهد رصدتها عدسة كاميرات تلفزيون النهار لبعض الفلاحين الذين غاب عنهم الضمير بولاية شلف فلجأوا للسقي بالمياه القذرة. فمن عينة ولاية شلف فالأمر عينه بولاية جيجل وغيرها من الولايات التي يلجأ فيها بعض الفلاحين إلى هذه الحلول التي من شأنها أن تكون سببا رئيسيا وراء انتشار داء الكوليرا، وضعية قابلها تحركات من طرف وزارة الفلاحة بالتنسيق مع مختلف الهيئات لتكون أمام هؤلاء بالمرصاد. في الجهود لمحاربة ظاهرة السقي بالمياه القذرة ومراقبة شروط النظافة، خاصة المواد التي تشكل خطرا على الصحة العمومية. وبعد تنشيط عنصر الاستعلام قامت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بجيجل بالتنقل إلى منطقة وادي النيل بعد ورود معلومات حول نشاط بعض الفلاحين غير الشرعي في سقي أراضيهم الفلاحية بالمياه القذرة. وش هذا طريق الانقراض هذه؟ أي بمعنى زوال النخلة من مدينة ولد جلال. وش المشكلة هنا؟ المشكلة العطش الذي يعاني منه النخيل. الآن نسقي من قنوات الصرف الصحي لنحيي نخيلنا. أين أنتم أيها المسؤولون؟ فند بعض الفلاحين بأن يكون السقي بالمياه القذرة من بين أسباب انتشار داء الكوليرا، معتبرين أن هناك حالات شاذة لا يقاس عليها ومسؤولية هذا الوباء يتحملها الجميع. تقول سلهف دعماش في هذا التقرير. مع عودة ظهور وباء الكوليرا بالجزائر اختلفت الفرضيات المطروحة وراء انتشاره ليكون سقي المنتوجات الفلاحية بالمياه القذرة من بين الاحتمالات المطروحة فرضية فندها مهنيو القطاع، معتبرين أن تسجيل حالات السقي بالمياه القذرة حالات شاذة لا يقاس عليها. طول الديوان الوطني للسقي وصرف المياه بتوفير مياه السقي في بعض الأحيان هو ما قد يدفع ببعض الفلاحين للجوء إلى هذه التجاوزات. واش ما كي ما يكونش كاين الماء نشوفوا بالك فلاحين لحقت بهم حتى وين ولاو يسقوا بالماء تاع حاشاك تاع الزيكو واش لحق في الولايات الاخرين واش لحقهم لحقهم ناس كيما هذو الناس اللي لحقهم كيما هذو يقول انا السلاح تاعي تموت نسقيها بالزيكو ما تموتش. الصحة العمومية في خطر وأصابع الاتهام تتجه لمختلف الأطراف من المواطنين إلى المسؤولين على حد سواء. من هنا على ضفاف واد سبيطية الممتد من بلدية برهوم إلى البلدية المجاورة مقرة تصب كميات كبيرة من المياه القذرة التي طالما نغصت حياة سكان قريتي القوادر ومنطقة غار الضبع طيلة عقود من الزمن. تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرهوم من معاينة جنحة السقي بالمياه القذرة لمنتوج فلاحي المتمثل في الصفصفة تم توقيف المشكوك فيه. تبقى هذه العينة بسيطة مقارنة بما رصدته كاميرا نوميديا من انتهاكات يقوم بها عدد من الفلاحين على مستوى ذات المنطقة. تواصلوا استخدام مياه الصرف الصحي في سقي المحاصيل الفلاحية من قبل بعض الفلاحين بمنطقة بنجراد بمدينة البيض في غياب أي تدخل أو ردع من الجهات المعنية. نور الدين رحماني أعد لنا التقرير التالي. يتواصل استخدام مياه الصرف الصحي في سقي المحاصيل الفلاحية بمنطقة بنجراد بمدينة البيض في سلوك يقوم به بعض الفلاحين أمام مرأى ومسمع الجميع وبعيدا عن أي إجراء رادع من أي نوع، وفي ظل عجز الجهات المخولة للمراقبة والردع الحد من الظاهرة. تطالب الجمعيات المحلية بولاية البيض الإسراع في تشغيل محطة تصفية مياه الصرف الصحي المشروع الذي لم يدخل الخدمة لحد الساعة. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.